هذا الكرسي الذي تصعب رؤيته خاليا ليلة العيد إنه كرسي الحلاق، فطوابير الزبائن تنتظره ولا تهتم بالوقت بمقدار اهتمامهم بالجلوس عليه. فليلة العيد لها خصوصية في عمل الحلاق. أيام العيد لها خصوصية يعني خاصة أن بأيام آخر رمضان يعني تبدأ العالم تريد تزين تعدي لين تعرف مثلا تجي أيام العيد واحد يطلع مرتب فيصير حجز خلال هاي الفترة انه ما عن طريق التليفون او حجز مثلا نسوي فد دفتر وسرة انه الاسماء بالسرة. واقرب ايام هي على العيد، مثلا يوم عندنا يوم 29 وقبل العيد يعني 28 29 هو سبيل الازدحام، يعني اكثر الناس يعني انت على مدار السنه كم زبون يحلق يمك ينحصون بهاليومين يزينون. اي فتعرف انت يعني لازم يعني الوقت ما يساعدك وتشتغل باكثر سرعه، والعالم اكو نوبات حتى مثلا نعتذر من يم ناخذ له مثلا وجه خيط وتنظيف شعره تبقى لحيته انقلتها ساعه زين لحيتك وساعه، فنبقى يعني حد من 9 الصبح حد الفطور، مو الفطور نبقى ل6 الصبح ل5 حسب الشغل، يعني انا مرات بالسبعه. لعل البعض يرغب بصداقة الحلاق ليلة العيد، فهاتفه الجوال لا يسكت والحجوزات كثيرة، فكأن جائزة العيد هي الجلوس على كرسي الحلاق وخروجه بصورة جميلة. ليلة العيد يصير ازدحام، يعني رغم انه صاحبي وصديقي علاقتي اكثر من 3 سنين يمه، بس بيوم العيد يعني يختلف، ماكو يعني حجز لازم على الموعد. الحلاق ليلة العيد انه الناس كلها تتمنى انه تتقرب على الحلاق. الصديق اللي ما مخابرني يعني صار له فترة طويلة اللي ما شايفه ولا مخابرني اصير عزيز عليه، يدق عليك انه اريد حجز، والحجوزات ما شاء الله، يعني انه بعد المواطن شي يريد انه بيوم العيد يريد انه يطلع باحلى صورة قدام الناس. وجائزة العيد فالجائزة انه للصائمين وللناس اللي صبروا هاي الفترة الشهر رمضان كله المبارك، فجائزة العيد انه يصير انه الانسان يطلع باحلى صورة بيوم العيد. الأولوية للجالس فقط عند الحلاق، وخصوصا ليلة العيد، فهو لا يبالي بمنصب الزبون أو عمله، هكذا فقط يتجنب الإحراج. الأولوية جالس زين، وثانيا تعرف ليلة العيد وازدحام العيد زين والزخم مالتنا، بس احنا عندنا الأولوية للجالس. مواقف محرجة من أعضاء البرلمان ومن كبار الدولة، بس احنا عندنا سياقنا ماشي، يعني ليلة العيد الجالس يزين. طوابير انتظار على أبواب محلات الحلاقة، حتى اعتقد البعض منهم أن الوصول إلى كرسي الحلاق أصعب من الوصول إلى كرسي الرئاسة. لبرنامج مسيت العافية من واسط، هيثم الزبيدي، قناة أضواء الوطنية.